الحمد لله مفيش حد. تعالي يلا شويه وهاجي اطلعك على طول. وات يا خبر ابيض، هو ايه اللي ليلى بتعمله في ملكه دوت؟ ايه يا عم عصفور التاخير ده كله؟ البرميل بتاع الزباله اتملى على الاخر، الزباله هتخش علينا الشقه. بقول لك ايه، النهارده البرميل مليان خير، مليان كنزات قد كده، لو ما جيتش تاخده دلوقتي هتصل على حد غيرك. ماشي سلام. كنزات هو حد يلاقي على حد غير ياخدهم؟ قال ده رزق انا دهوت. الصندوق تقيله ولي كده. يا استاذه ليلى، يا استاذه ليلى. ايوه يا عم عصفور. يا استاذه ليلى انا جيت اخد الزباله اهوت. طيب ماشي مش مشكله، خدها. بس الشويه اللي معايا دوت مش هاخد الزباله دي كلها، استاذنك اخد البرميل كله وافضيه وابقى اجيبهولك تاني. طيب ماشي انا ما عنديش اي مشكله، بس بالله عليك ما تاخرهوش، تجيبه بسرعه. لا على طول، ربنا يبارك لك. ماشي عشان العماره كلها بترمي في الزباله. عناية حاضر. ماشي. البرميل تقيله ولا كده. الكنزات دي مليانه ولا ايه؟ انت رايح فين يا عم بالبرميل ده؟ دي الزباله بتاعتكم يا استاذه اللي فوقها ارميها. ماشي يا عم روح. يا لهوي، طب دي ملكه في البرميل، انا هعمل ايه دلوقتي؟ يا كريم الحقني بسرعه. يا نور في يا نور. الراجل بتاع الزباله خد البرميل اللي كان فيه الزباله ومشي. طب وايه يعني، ما ده طبيعي يعني انه ياخد الزباله اما لا ياخد ايه؟ مش دي المشكله يا كريم، المشكله اللي ليلى كانت حاطه اختها ملكه في البرميل وهو خده ومشي. يا ستي هتلاقيها كانت بتلعبها وشالتها تاني بعد كده. لا انا فضلت قاعده على السلم مراقبه البرميل لغايه ما هو خده ومشي، وملكه ما طلعتش منه، هو كده ملناش خدها دعوه يا نور، ومشي. كبري دماغك يا نور، ملناش دعوه. يا بنت يا ليلى، يا مليكه، مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايوه يا بابا. ايه يا بنت في ايه؟ ساعه واقف على الباب. معلش عقبال ما جيت من جوه. عقبال ما جيت ليه؟ جاي من اخر بلاد المسلمين، وبعدين معلش. فين برميل الزباله اللي كان هنا؟ ايه يا بابا، ده الراجل بتاع الزباله جه خده من بدري. يا بنت انا طالع كان البرميل فاضي اصلا وانا ماشي الصبح. لا فاضي ايه يا بابا، العماره كلها بترمي فيه، ده اتملى على الاخر. ما علينا، ماشي. فين تقريبا البت؟ كان في عيد ميلاد فوق او حاجه، فالبرميل كان مملي كنزات على الاخر. ماشي ما علينا. البت مليكه فين؟ مش عارفه والله، انا صحيت من شويه ما لقيتهاش. ازاي يعني؟ انا جايب لها التاب اللي نفسها فيه والعروسه اللي كان نفسها فيها. خلاص لما تبقى تيجي براحتها بقى. ازاي لما تبقى تيجي اصلا مش متعوده تنزل وما نزلتيش؟ شفتها ليه من بدري الكلام ده؟ من شويه، كان من حوالي ساعه ولا ساعتين. ساعه ولا ساعتين وقاعده لي كده بتتكلمي؟ امسكي كده يا ستي، امسكي اما انزل اشوف. الله يسامحك. ما اعرفش انت خايف عليا كده ليه، مش هتلاقيها ان شاء الله. يا فرج الله. الكنزات دي كلها ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ رحنا اختي هنا والغمية وحطتني هنا. استغماية ايه وانا اشيلك ويطلع عيني وانا اللي قلت كل دي كنزات؟ انت عارفه بيتكم يا حبيبتي؟ تعالي وريني بيتكم. الله يسامحها اختك ديت ابو خلوص ويطلع عيني انا يعني. اطلعي قدامي. انا مش عارف ازاي اصلا تسيبيها يعني تنزل لوحدها يعني. وانا كمان يا بابا مش عارفه انت بتزعلني انا ليه، انا كنت نايمه وكنتش عارف اللي هي نزلت اصلا. انا مش عارف انت اعصابك بارده ليه كده؟ ده اختك يا شيخ، اختك. لا مش بارده ولا اي حاجه، بس انا عارفه اللي هي اكيد يعني بتلعب تحت ولا فوق، شوفها مع نور جارتنا. طب انا هطلع صح، صدق ما بصيتش انا فوق، ممكن تكون بتلعب معانا. هطلع كده بص فوق بص. شوفها يا بابا، مش هتلاقيها برضه. انا بقالي ساعه يا نور عمال اقول لك قومي اعملي كوبايه شاي وانت قاعده في نفس المكان. حاضر يا كريم. ومين اللي بيخبط بالجامد كده؟ يا نور. قومي شوفي مين. طيب ايه ده يا عم هاني؟ يا نور يا بنتي، ما شفتيش البت مليكه بنتي؟ اه صح مليكه، ده انا كنت نازله لكم رايحه اعدي على ليلى، شفتها كانت في ايه يا بنتي؟ انطقي خلصيني، لو تعرفي حاجه قوليها. حاضر يا عم هاني احكي لك ايه اهو. يا عم هاني، ما في ما تعرفش حاجه يا عم هاني؟ هو ايه اللي ما تعرفش حاجه يا استاذ كريم؟ لما مخبيين حاجه عليا او تعرفوا حاجه قولوا لي يا استاذ كريم. ده بنتي بنت صغيره. واحنا نعرف منين يا عم هاني؟ ما تدخلناش في حواراتكم والنبي يا عم هاني. يا بنتي انطقي ابوس ايدك لو يا في عم حاجه هاني قولي لي. بكلمك يا عم هاني، هي ما تعرفش حاجه. خش جوه يا نور بعد اذنك يا عم هاني، ما تدخلناش في حواراتكم بعد اذنك يعني. ماشي يا ابني، متشكرين. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. امال يا رب بس البت دي تكون راحت فين؟ عم الناس دي اكيد هاني. عارفين. ايوه نور يا بنتي. بص بصراحه يا عم هاني، انا شفت ليلى كانت بتحط ملكه في البرميل اللي بتاع الزباله جه خده. ايه ده؟ معقول برميل الزباله؟ ايوه والله يا عم هاني، بس انا خفت اقول لك عشان كان اخويا واقف. طب يا بنتي معكيش البيت الراجل بتاع الزباله دوت؟ لا ممكن تلاقيها مع ليلى. طب ليه بتعمل ليه كده يا بنتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. متأكدة يا حبيبتي هو ده بيتكم؟ ايوه يا عم ده بيتنا. خير. يا استاذة ليلى هي دي اختك؟ مين دي؟ اختي ايه؟ انا ما اعرفهاش اصلا، تلاقيها بنت الجيران ولا بنت العماره اللي جنبنا، خدها من هنا وامشي بسرعه. اخدها وامشي بسرعة؟ ايه ده؟ بتقول ان هي اختك ودي مكانكم.
اختي ايه؟ وهي لو اختي يعني انا هركرها ليه يعني؟ ايه ده مليكه؟ ايه ده؟ كنت فين؟ هي تبعك هو دي انت يا اللي عم كنت الحاج؟ خاطفها ولا ايه؟ خاطفها ايه ده؟ انا مطلعها من الصندوق بتاع الزباله يا حاج. هو انت بتاع الزباله؟ انا بتاع الزباله. طب خش لي جوه كده الاول. يا حاج انا ما عملتش يا حاجه. عم ما تخافش، خش بس خش. خشوا لي جوه كده ما اشوف ايه قصتكم. خش يا ابني. لا تعالي انت خش اعملي شال الراجل. خش اقعد يا ابني هنا. يا حاج انا ما عملتش حاجه، بقول لك لقيتها في الصندوق يا ابني بتاع ما الزبالة. تخافش على مليكه. وايه اللي حصل بقى بالظبط؟ احكي لي كده ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل ايه؟ والله ما اعرف حاجه، ده انا بطلع الكنز من الصندوق لقيت دي طالعه لي من الصندوق كده، ما اعرفش حاجه. هنا؟ طب ما سبتهاش هنا ليه لما انت بتطلع الحاجه هنا يعني ولقيتها؟ ما هو انا ما اعرفش، انا الصندوق كان الحاجه كلها على بعضيها، اخدته ونزلت بيه شلت الصندوق كله يعني ومشيت بيه؟ ونزلت بيه، انا ما اعرفش يعني ان في حاجه زي كده. تزعليش يا حبيبتي، دي اختك كانت بتلعب معاكي ما تقصدش حاجه. صدقني ما انا السبب، ما اعرفش اي حاجه يا الحوار عم ده. ده هما بيلعبوا مع بعض استغمايات وحاجات زي كده، بيعملوا مقالب يا في عم بعض. الحاج يلعبوا يعني ويطلع عين انا انزل بيها واطلع معلش بيها يا كده. معلش يا ابني بص امسك دي كده. لا يا حاج عيب يا حاج، ما تقولش يا الكلام ابني ده. دي في ايدي حاجه بسيطه مني انا راضي بيها يا ابني. روح وامسك. ربنا ربنا يبارك لك يجعلها يا رب. 200,000 ربنا في يبارك لك يا ايدك. يا ليلى يا استاذه ليلى. ايوه يا بابا جايه اهو. تعالي يا استاذه. اتفضلي اقعدي. انت ايه اللي انت عملتيه ده؟ وانا نازل ما تكدبيش، سامع كل حاجه. ده الراجل بيقول لك دي اختك، بتقولي لا مش اختي. انت بتنكرها ليه؟ وانت مش وانت قدها كده كنت بجيب لك برضو كل حاجه نفسك فيها؟ ايوه يا بابا، بس انا لما كبرت برضو نفسي في حاجات كتير قوي، انت مش ما بتقدر تقولي لي، تجيب. قولي لي نفسي في ايه، بس ما تقوليليش على حاجات انا مش في مقدرتي. قول لي على حاجه في مقدرتي وانا اجيبها لي، انما تروحيش تشوفي لي اصحابك معاهم حاجات تيجي تطلبها مني. انا مش في مقدرتي اجيبها لك. ليه تعملي معاها كده؟ عملت فيك ايه؟ دي طفله لسه بريئه صغيره ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه، تعملي معاها كده؟ فرضنا سيبك من الراجل ده، ما جاش خد البرميل، نفسها اتكتم وماتت، كنت انا ايه هعمل ايه دلوقتي؟ ما ترد عليا يا بنت. انت ترضى على نفسك؟ انت ترضي؟ حط نفسك مكانها. ترضى كانت تعمل معاكي كده؟ لا طبعا يا بابا. انا همسح ال3 دقايق دول من دماغي، اعتبر ان هم ما حصلوش. اقسم بالله ما تحصل غلطه تاني ما هرميك اللي عند امك. انت من ساعه ما امك مشيت وانت شغاله 24 ساعه اتصالات علمتك القسوه علينا. انما احنا يا بنت ما بنعملش معاكي حاجه غلط ولا بنعمل معاكي اي حاجه وحشه. ليه بتعملي معانا كده؟ انا اسفه يا بابا، مش تتكرر والله. وانت يا ملكه دي ما تقصدش حاجه يا حبيبتي. دي انتوا كنتوا بتلعبوا مع بعض والراجل نسي وجه شال البرميل. ماشي؟ دي اختك حبيبتي خلاص. تعالي يلا غير لك روحي. بقى يا مالك. يلا روحي غيري لها. ربنا يهديك يا بنت، ربنا يهديكي ويهدي لك نفسك.